داخل على جواز وفي دماغك العند والغيره وعدم الحنيه والكلام ده كله، لا تعالى اما اقول لك بقى ايه اللي هتعمليه عشان يبقى بيتك كله فرحه وسعاده. مع راجل في حياه هتبقي شريكه حياته، شريكة حياته في الوحش قبل الحلو. انت مش داخله تدلعي وتفرحي فقط، لا انت داخله بيت هتبقي مسؤوله، هتبقي ام، هتبقي زوجه، هتبقي بعد كده قائده البيت كامل. مش هينفع ان انت تاخدي الموضوع لعب، لا انت داخله شريكه حياه، لابد تكوني داخله قد المسؤوليه دي، تتعلميها من قبل الجواز، من اول يوم هتبداي تشتغل عليها. تعودي وعوديه ان انت لو في اي حاجه عملها غلط او كلام من ده، انت هتبقي ناصحه له مش ناقده له. يعني ايه الفرق؟ ان انا بنصحك، انا مش عايز شايفه ان انت الطريق الفلاني او الموضوع الفلاني نعمله بالشكل الفلاني، لكن ايه اللي خلاك عملت وايه انت اللي جبت وانت اللي عملت وانت اللي وقفت الدنيا. مش هينفع الدنيا بالطريقه دي، مش هتمشي. البيت والداخل والخارج بتاعه، الراجل بيشتغل بيجيب 3 4 جنيه في الشهر، انت عليك برمجي المبلغ ده على مدار الشهر. انا هطلع ايه واجيب ايه، لازم يكون عندك الحكمه اللي تخليكي تقدري من اول يوم في الشهر لاخر يوم في الشهر بالمبلغ اللي الراجل هيديهولك تمشي الشهر كله. دي محتاجه منك رعايه واهتمام ومحتاجه منك تفكير، مش اي حاجه. هي ركزي قوي مع كل حاجه جوزك بيحبها، سواء في اللبس سواء في الاكل. خلي بالك من الحاجات دي، زي ما قلت لك في البدايه انت مش داخله تدلعي، تدلعي بس بعد ما تديله كل الحاجات دي. خلي بالك قوي ان الراجل بيحب اكله ايه، بيحب ينام امتى، تبقى انت مراقبه قوي 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 لميعاد نومه وميعاد الاكل بتاعه ونوع الاكل بتاعه. اوعى يكون جوزك في الشغل وتطلعي بدون علمه، اوعى تروحي مشوار بعيد من غير ما تقولي له. ايا كان المشوار ده، صاحبتي ده، كنت عديت على ماما ده، كنت رايح اجيب طلبات، طالما طالعه من البيت يا ريت يكون فيه تليفون، وربنا مسهل الدنيا بقى فيه تليفونات ودنيا. قالوا والله انا رايح الحته الفلانيه، لا ليه ولا وهطلع لا مش هينفع. لازم يكون في استئذان قبل ما اروح اي مكان. وريحه عند امي يعني ريحه عند امي، يعني ما يبقاش ان هو منعك عن صاحبتك الفلانيه ورايحه لها فانا هقول له ريحه عند امي عشان يوافق واروح عند صاحبتك. الكلام ده مش هينفع. لا عليك موضوع تليفونه ده والتفتيش في تليفونه واجي بالليل والباسورد واحاول افتح والكلام ده كله، اعرفي ان الكلام ده ممكن يكون باب قوي للخراب بيتك. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. ففي امر كده لو دورنا فيه في مكان كده لو نكشنا فيه مش هيجينا منه الا كل ضرر. طب الراجل بيعاملنا حلو والدنيا حلوه، طب ما انا الحمد لله ما بحاولش انكش انا في الغم. يعني الغيره حاجه حلوه قوي، لكن الغيره دي لو زادت عن حدها تنقلب لضدها زي الدواء كده يعني. فانت تحاولي تخلي الغيره بتاعتك بمقدار معين عامل زي النقط بتاع الحبوب. في حاجه اخطات فيها حاولي ترجعي بسرعه واعتذر، ما تخليش الامور العند والكلام من ده تباعد بينك وبين حبيبك وجوزك. لا اخطات هعتذر. بلاش تعيش في جو بقى ان انا زيه وفي مساواه وفي دنيا. الامور دي كلها بتخلي الراجل يكره العيشه مع الواحده اللي معاه. فحاولي تخلي فيه الراجل راجل والواحده واحده. كده انا بقلل منك لا سمح الله، لا والله العظيم ده انت فوق الدنيا بحالها. لكن في امور لو انت دخلت فيها في مساواه مع الراجل الدنيا هتبوظ منك ومنك. خلالك اتنين وواحد. حاولي تسمعي اكتر ما تتكلمي، حاولي يبقى كلامك قليل وسمعك كتير. يعني حاول ان اي حاجه الراجل يقول لك عليها بسرعه تتجاوبي نعم وفي حاضر. الكلمه اللي افتقدناها كلنا في البيوت، كنا بنعلمها الاطفال واحنا صغيرين وتعلمناها واحنا صغيرين. قول نعم وحاضر، نعم اسمع وحاضر اجاوب بنعم وحاضر. فحاولوا ما نبعدش عن النقطه دي. ده في موضوع هتتكلم معاه في امر اتكلم بهدوء. قوتك هي نعوميتك، هي حنيتك، هي ضعفك. اكبر نقطه قوه عند المراه هي ضعفها. ليه تتخلي عنها ليه وتعملي دراعاتك انت عضلاتك مش قويه، انت حنيتك هي اللي قويه، ضعفك هو اللي قوي. انت لو نزلت منك دمعه بتهد الجبال مع الراجل. فانت اوعي تتعامل مع الراجل بقوه. قوتك مش هتخدمك، ضعفك هو اللي هيخدمك. نقطه على جنب كده للرجاله، لو زوجتك اتعاملت معاك بضعف وبحنيه وما قدرتش ده يبقى انت تستاهل الاجراء. لان غالبيه الرجاله هيقدروا تعبك، ضعفك، حنيتك، لان هو الراجل بطبعه يحب ان حبيبته مراته تعامله زي ما كانت امه بتعامله، حنينه وهوينه وليه كده. ده هتجيب مع الراجل قوي قوي قوي. فاوعي تتخلي وتتعاملي بعضلات. نقطه مهمه قوي لابد كل بنت داخله جواز تعرفها، مفيش راجل في الدنيا كامل. مش هتتجوز عمر بن الخطاب ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت مش هتلاقي راجل كامل، كل بني ادم فيه عيوب.
زي ما انت حبيت المميزات اللي فيه تقبل العيوب اللي فيه. اهم حاجه تكون المميزات بتاعته اكتر من العيوب، والعيوب تكون عيوب تتقبل، ما يبقاش عيوب تنفر منها المجتمع يبقى بعيد عن ربنا الكلام ده كله، لا، لكن يكون عيوب المجتمع يتقبلها، فانا اتقبلها انا كمان. اياك والمقارنات، اوعى تقارن جوزك بحد، اوعى تقارن بيتك بحد، اوعى تقارن عيشتك بحد. في الاقل في الاعلى في الاقل لابد انا اكون راضي عن حياتي. الرضا ده هو سر السعاده. رضيتي هتفضلي طول عمرك بيتك كله في سعاده. تعالوا نخرج مع بعض، اخرجوا مع بعض، روحوا صلوا العشاء مع بعض، روحوا تنزهوا شويه مع بعض. ولما تخرجوا ما تحاولوش تكلفيه، عشان هو لما تيجي تقول له بعد كده تعالى نخرج يقول لك يلا بينا. يعني حاولوا مشيتوا حبه، اشتريتوا عارفه اللي هو ما تكلفوش، عشان ده اللي هيكرهه بعد كده في الخروج. اوعي تعدي اسبوع عن بعد في حياتك من غير ما تساليه عن امه، عن اخواته، اخواتك عاملين ايه، اخواتي عاملين ايه، قولوا له اخواتي، ما تلا نروح لهم، ما تلا نعدي عليهم، ما تيجي نرن عليهم. الحاجات دي والله العظيم هتعمل معاكي فرق في حياتك لا تتخيليه. قدري اهله، قدري اخواته، قدري امه، قدري ابوه. الحاجات دي حتى هو لو بيبين قدامك اللي مش بيحبهم، الحاجات دي هتفرق معاكي قوي، وهيتفرحوا بيكي قوي، وهتقربوا منك قوي. خلي بالك من اهله، هيحطك في عينيه. بيتك مكان الراجل ما هينام، مطبخك، الحاجات اللي كلها لابد تكون نظيفه. النظافه دي سر عنوان الوحده. لو الوحده نظيفه هيتعرف عنها انها رومانسيه، هيتعرف انها حبوبه. نظافتك عنوانك، نظافتك عنوانك. بالله عليك هو الراجل يرجع من بره ويلاقي واقفه في المطبخ وعامله كده والهدوم على السرير ومش عارف يقلع هدوم. الحاجات دي اوعي اوعي. حاجز على زوجك بدا يتضايق، غضب، امنع الكلام. لحد امتى؟ 3-4 ايام؟ لا 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 لا، 3-4 دقايق وارجعي له. بابا ممكن اعمل لك حاجه تشربها؟ بابا يعني فاهمه ازاي؟ اللي هو لا ترد وقتها، ولا تخلي الامور تعدي 10 دقايق من غير ما ترجعي وتقولي له تخدير بعيد عن الموضوع اللي كان بيتكلم فيه. بين له حنيتك عليه. الحنيه دي ممتده برضه ان هو رايح شغله. رايح شغله ده حاول حتى لو مش بيفطر، لو كوبايه لبن، لو كوبايه لبن بتمر كده، اي حاجه، المهم بابا يعني اشرب دي. هتفرق معاه قوي طول اليوم. طول اليوم ان انت شربتي كوبايه اللبن واديتيه لحد الباب، هو هيفضل طول اليوم فاكر لك حنيتك عليه وهو طالع من بيته. هو راجع من الشغل لابد يلاقيني واقف ورا الباب، هو بيخبط يلاقيني انا اول واحده بفتح له، اول واحده باخده بحضن، ده جوزي حلالي، بسلم عليه وبحضنه. عيالي يشوفوا كده البيت كله يبقى في حاله فرح وسعاده. انت اوعي تتخانق بالحاجات دي على الراجل اللي انت عايشه معاه. الابتسامه دي اوعي تفارق وشك، اوعي زي ما قلت لك نظافتك تكون رومانسيه، تكون مبتسمه طول الوقت. الواحده الكشريه دي الراجل مش بينهارها، الراجل بيكرهها. الواحده النكديه اللي وشها نكدي الراجل بيكرهها. اوعي دايما، خلي دايما وشك مضحك. في اي حاله من حالاتك وشك بيضحك. بالله عليكي بلاش الكعباره بتاعت وشك دي. ربنا يكرمك، يبقى معاكي اولاد ربنا يخليهم لك. اوعي تهملي الراجل الاولاني، هو ابنك الكبير. اوعى الراجل يحس ان اولاده دول اغلى حاجه في حياته، لكن ما يحبش ان مراته تهتم بيهم اكتر منه. فخلي دايما اهتمامك بيه ما يقلش. اوعى ياخد باله ان وجود اولاده خلى الاهتمام يقل. اوعى تضيعوا ولا نقطه من اللي قلت لك عليهم داخله على جواز، او انت فعلا في حاله زواج. النقط دي هتنفعك قوي، هتخدم بيتك قوي. اوعى تضيع ولا نقطه فيهم. راجع الفيديو مره واثنين.